قديسنا النهاردة قديس جميل جدا اسمه ميثاك أو أمساح. في الوقت اللي هو كان عايش فيه كان الإمبراطور ديوكليديانوس أمر باضطهاد المسيحيين، وراح إريانوس لأنطنة ماشي في كل صعيد مصر، ما كانش بيعمل حاجة في حياته غير إن هو يعذب المسيحيين. ولما وصل بالسفينة لساحل مدينة قفط على النيل، المدينة دي كانت تابعة لقوس في قنا، خرج له كهنة الأصنام عشان يقابلوه، هم فخورين جدا قدامه وبيقولوا له: عش يا مولانا إلى الأبد، فإنه لا يوجد في مدينتنا من يذكر اسم المسيح. ففرح إريانوس جدا وراح بعت لهم هدايا كتير وقدم ذبايح للآلهة وانطلق بسفينته. ولما سمع الكلام ده صبي مسيحي اسمه ميثاك أو أمساح كان عايش في شمال المدينة مع أخته سيئدورا في بستان كان معروف بحقل النسوة، كانوا بيشتغلوا فيه سوا عشان ياكلوا لقمة عيشهم والباقي كانوا بيديروا الفقراء. حزن جدا لما عرف اللي عملوه الكهنة الوثنيين دول من رياء وكذب عشان ياخدوا هدايا كتيرة، وحس انه بكده اتحرم من نوال اكليل الاستشهاد وما كانش عارف يعمل ايه. فراح صلى لربنا وطلب منه ارشاده ومعونته، وفي ليلة ظهر له ملاك الرب عشان يقوله: روح لمدينة قاو عشان هناك هتلاقي الوالي، واعترف باسم السيد المسيح. وقال له ايه اللي هيحصل له بالظبط هناك عشان يسنده ويعزيه. وتاني يوم الصبح صحي من نومه ورفع صلاة حرة لله وخرج لساحل المدينة وركب السفينة وراح على مدينة قاو زي ما الملاك قاله من غير ما يقول لاخته على اي حاجة. وهناك لقى إريانوس بيعذب المسيحيين، فراح صرخ وقال له: انا مسيحي. فراح امر الوالي بجلده بقسوة جدا لغاية ما جسمه كله اتملى بالجراح وقعد ينزف دم كتير جدا. فراح بعت له ربنا ملاكه وشافاه وهو في السجن اللي اترمى فيه. وتاني يوم راح الجند لما شافوه كده راحوا جلدوه مرة تانية، وبعدين لفوه في حصيرة ورموه في النيل، وأسلم الروح بيد الله ونال إكليل الشهادة يوم 16 من شهر كياك. لكن الحاجة العجيبة بقى إن ربنا سمح إن يكون في تمساح في النيل ويمشي بالحصيرة اللي فيها جسد القديس لغاية ما يوصل مدينة قفط، وراح حطه على الساحل. وراح ظهر ملاك الرب لأخته في الليل وقال لها على كل اللي حصل لأخوها وما ناله من مجد. وتاني يوم راحت أخته قالت لكل الكهنة وراحوا هم وكل المؤمنين للساحل وحملوا جسده بإكرام عظيم جدا ودفنوه في بستانه. وبعد ما عدت فترة الاضطهاد راحوا بنوا كنيسة باسمه، وفي الكنيسة دي حصلت معجزات وعجائب كتيرة جدا بصلوات القديس ميثاك. واتقال انه في ايام انستاسيوس امبراطور الشرق بعتوا قائد لديار مصر عشان يجمع الخراج، ولما وصل لمدينة قفط المؤمنين عرفوا ان الراجل ده ظالم وعنيف وقاسي القلب، فراحوا اتجمعوا كلهم في الكنيسة يطلبوا رحمة ربنا بصلوات وشفاعة شهيد الله القديس ميثاك. ولما عرف القائد بده راح على الكنيسة ولقى ابوابها مقفولة، فراح مد ايده عشان يولع النار في الباب، وفي اللحظة دي ايده اتيبست واتصاب بشلل. فراحوا رجالته شالوه لغاية السفينة وهم في الطريق مات. ولما سمع أنستاسيوس بده مجد الله وأمر الجنود إنهم يتعاملوا برفق مع الناس. بركة شفاعة القديس ميثاك تكون مع جميعنا أمين، ولربنا المجد الدائم أبديا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس ميثاك اعمل شير للناس، خليهم يعرفوا قصته وتابع صفحتي.